كاس العالم 2026 الماما امريكا. الماما امريكا. عايز اقول لك بقى على بص على تنظيم وعلى استقبال وحسن استقبال الناس. اقسم بالله حاجه خرا. اسوأ تنظيم واسوأ استقبال ممكن تشوفه في حياتك لدوله بتستقبل وبتنظم كاس عالم على مر التاريخ. هي دي الناس المتقدمه فعلا. حكم الصومالي بدايتها معاه اول ما الراجل راح المطار، قعد في المطار ميامي اكتر من 3 4 ساعات، وفي الاخر قال له خد شنطتك وروح على بلدك تاني. ده بالنسبه للحكم اللي هو واخد افضل حكم في افريقيا. رقم اتنين منتخب السنغال اللي اتعامل اسوأ معامله لمده 3 4 ساعات، بيتفتش اكنهم دول مش منتخب ولا لعيبه كوره، دول اكنهم جايين يدغدغوا الدنيا. ادي منتخب السنغال. هوب اللاعب العراقي الكابتن بتاع المنتخب العراقي وقف 7 ساعات تفتيش وقله ادب وبص، وفين وفين عبال ما سابوه 7 ساعات. لاعب بيلعب في منتخب العراق. تمام. اخيرا ومؤخرا ايران تمام، قالوا لك هتعمل ايه بقى يا معلم؟ هي تيجي في اليوم اللي عندها الماتش، النهارده هتلعب في امريكا، يعني هي تيجي النهارده تلعب الماتش النهارده في امريكا، بعد الماتش تاخد شنطتها وتطلع على دوله تانيه في المكسيك. ازاي يا سيدي الفاضل هو كده؟ ولما يكون عندها ماتش تاني تجيب شنطها وحاجتها وتروح تلعب الماتش في امريكا وترجع تاني على المكسيك، دوله تانيه. ايه التنظيم ده؟ ده ولا اروع ولا اسوأ من كده ما شفناش في حياتنا. ده بالنسبه للتنظيم والقصه دي. في جمهور من المغرب يا حول ولا قوه بعد ما حجز والتاشيره وخلاص وجاي مسافر، لا ده انتوا والله ممنوعين من السفر، ده كل حاجه واقفه، ممنوع مرفوضين. ليه يا عم الحاج؟ هو كده ما فيش. ادي جمهور المغرب. تمام. ادي بالنسبه للناس اللي كانت رايحه والناس استقبلت الناس والكلام ده. تعال بص بقى للملاعب والتدريب والقصه دي. بدات بدايه كده مع سويسرا. منتخب سويسرا وهو نازل بيتدرب كده، لقى حول الملعب كده، حول المكان اللي بيتدرب فيه وبيسخن عشان يستعد للماتش، لقى تعابين وافاعي. تعابين وافاعي حوالين الملاعب. ده بالنسبه لمنتخب سويسرا. منتخب انجلترا اللي اشتكى من درجه الحراره واشتكى من ارضيه الملعب سيئه جدا جدا جدا. منتخب النرويج هالاند بحجم هالاند قاعد مفرد من الحر وقاعد من غير لبس كده، هو بيقول لك ده اسوأ جو شفناه. والمدرب بتاعهم بيقول لك احنا احتمال نخلي اللعيبه تقعد بره في اللي هم الاحتياطي، عشان لما اجي انزل حد فيهم يكون مستعد، ما يكونش مفرهد لا مؤاخذه من الشمس والحر والعرق والتلزيق. ده بالنسبه لل... للتنظيم والملاعب. وانجلترا كمان بتقول لك ده احنا سمعنا صوت ضرب نار حوالين الملعب اللي بيتدربوا فيه. احنا ما شفناش اسوأ من كده. ادي الناس اللي بتقول على نفسها ان هم متقدمين وان احنا متاخرين. ما تيجي كده مقارنه كده بسيطه، نرجع كده بلاش فاك لقطر ونشوف التنظيم كان عامل ازاي. بص كده معايا، بص التنظيم، بص الملاعب، بص الاستقبال لاي مخلوق خلق ربنا ينزل البلد دي كان بيتعامل ازاي. شوف كنا شايلينهم فوق دماغنا. ادي العرب وادي الاستقبال بتاع العرب وادي اسيا وادي الناس المتاخره اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها. بص حتى الافتتاح كان عامل ازاي. مفيش وجه مقارنه. اقسم بالله احنا عشنا فعلا سنه 2022 لقطر استقبال وتنظيم احنا مش هنشوفه تاني في حياتنا. وادي الماما امريكا اللي عامله استقبال خاروليا، مش عظمه حاجه كده يعني. تمام. انا مالها لو كانت المغرب هي اللي عملت كاس العالم السنه دي؟ اقسم بالله كنت هتلاقي حاجه كده جامده فحت، كنت هتلاقي جمدان واستقبال وحاجه. يا عم تعالى عندنا مصر، تعالى كنا هناخدك ونخرجك الاهرامات ونشربك عصير قصب ونعزمك الصبح على فول وناكلك كشري، وكنت هتشوفوا ازاي نكرم ان احنا بنكرم الضيف وبنشيله فوق دماغنا، مش بنرجعه من المطار. مفيش وجه مقارنه. اسوأ تنظيم كاس عالم. ولسه بقى لما نشوف المطوشه والماتش يتوقف ساعتين ربع ساعه، لا الماتش يوقف ساعه اصل درجات الحراره. ولسه